ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنقدم لكم صينيه البطاطس بالفراخ ومعاهم رز بشعريه. دي الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين، حاطين عليها ليمون وخل، بطاطس مقشرينها عليها الميه اهيت. دي البصله مجهزينها عشان الطشه بتاعت البطاطس، التوم بتاعتها، التوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين، كمون، فلفل، الملح، ودي الدقه بتاعت الفراخ هنحطها بعد ما نحط الفراخ على طول، بصل، توم، والبهارات بتاعتنا. دي الطماطم بتاع صينيه البطاطس، ودي الشعريه بتاعتنا. هنعمل رز بشعريه النهارده. يلا نبتدي. بس قبل ما نبتدي يا حبايبي سمعونا بقى بالصلاه على النبي. هنحط الزيت بتاع صينيه البطاطس زي ما انت شايفه كده. بعد كده هنبدا نغسل الفراخ بتاعتنا ونحطها في الحله بتاعتها. زي ما انت شايفه كده. هنبدأ نحط الدقة بتاعتنا اهي بتاعت الفراخ زي ما احنا اتفقنا. بصي بنحطها بالشكل ده، ونسيب الفراخ على النار لمدة نص ساعة وموطيين النار بتاعتها. هي هتنزل مية، وبعد ما تنزل مية هتشربها تاني. بعد كده تحط المية بتاعتنا اللي هي اللي هتبقى الشوربة بالمنظر ده كده زي ما انت شايفة. هنبدأ نغطي عليها. كده خلصنا من الفراخ. هنخش على صينية البطاطس. هنحط البصلة زي ما انت شايفة كده بالمنظر ده. هنسيبها تتفرم زي ما احنا عارفين. زي ما انت شايفه اصفرت اهي زي كل مره. هنحط معلقتين الطماطم، نقعد نقلب كده لحد لما تحمر شويه دقيقتين، وبعد كده نحط عليها بقيه الطماطم زي ما انت شايفه بالمنظر ده كده اهي. نحط عليها الطماطم ونسيبها 10 دقايق على النار، وبعد كده تحط البطاطس بتاعتها. بصي يا عروسه هي اتسبكت معانا صينيه البطاطس. هتبدأ تحط البطاطس فيها كده زي ما انت شايفه. هنسيبها على النار 5 دقايق، وبعد كده هتروحي تجيبي الفراخ تحطها جوه الصينيه. الشكل ده زي ما انت شايفه اهوت. ده الرز بقى هنبدأ نعمله. حطينا الزيت اهوت، هنحط عليه الشعريه عشان ما تتحرقش. اول ما تبدأ تصفر خالص هنحط عليها الرز زي ما انت شايفه كده.
بصي يا عروسه خلاص كده اتحمرت زي ما انت شايفه الشعريه اهي. نبدا نحط عليها الرز. بص هنحط الرز بتاعنا زي ما انت شايفه كده اهو. نحط الميه بتاعتنا. ابدا احط الملح زي ما انت شايفه. خلاص حطينا الرز كده. غطى الحله بتاعتك وسيبي زي ما هو كده. بصي يا عروسه زي ما انت شايفه الفراخ اهي. هنبدا نحط عليها الميه. زي ما انت شايفه كده الميه بتاعتنا اهي كلها. تبداي تحطي البهارات بتاعتك. عندك ورق لوري ماشي، عندك حبهان ماشي، عندك بهارات فراخ ماشي، اي حاجه من دي هتحطيها مع الملح. تبداي تقلبي زي ما انت شايفه كده. هتغلي غلوتين وبعد كده هنقفل عليها ونشيلها نحطها بعد كده في صينيه البطاطس. بصوا بقى يا حلوين، دخلنا الصينيه الفرن. هنبدا نحط فيها الفراخ كده زي ما انت شايفه بالشكل ده. احنا خليناها نص سوا فوق وهتكمل السوا مع البطاطس تحت زي ما انت شايفه بالشكل ده. عادي بتفضي فيها شوربه اهي زي ما انت شايفه. بزودها شوربه. اهو زي ما انت شايفه زودناها شوربه تاني. بعد كده هنبدا نحط التومه زي ما احنا مقشرينها ودقيناها خلاص. بسم الله. بص ده الفلفل بتاعنا اهو الاسود. نحط البهارات بتاعتنا وده الملح، كمون، دي التومه بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا اهيت. هنزقها تاني في الفرن اهي زي ما انت شايفه المنظر ده كده اهي. هنبدا ندخلها تاني الفرن. يلا حلقتنا كده خلصت النهارده يا حبايبي. اشوفكم بكره ان شاء الله في اكله جديده وحلقه جديده مع مطبخ ام سيد للاكلات الشعبيه. ودعمونا بلايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.